نايكي مش مجرد اسم في عالم الرياضة، دي امبراطورية بتهز الملاعب، العلامة اللي بتكسب ملايين الدولارات يوميا. ورا قصة نجاح بدأت من الصفر، وأساطير العالم زي كريستيانو رونالدو ورافائيل نادال مش بس بيلبسوا نايكي، دول كمان بيمثلوها وبقوة. بس الغريب إن مؤسس الشركة دي كان رياضي فاشل، والأغرب إن بدأ شركته من بيع الأحذية من شنطة عربيته. دي مش مجرد شركة أحذية عالمية، دي قصة فيل نايت مؤسس شركة نايكي. اهلا بيك في قناة هاني ماني، ولو انت جديد في القناة احنا هنا بنقدم قصص حقيقية عن الشركات وعالم البيزنس. اتولد فيل نايت سنة 1938 في مدينة صغيرة اسمها بورتلاند في امريكا، ومن وهو طفل كان عنده موهبة انه يجري بسرعة، وكان حلمه انه يبقى رياضي عالمي. وفي المدرسة والجامعة كان دايما بيكسب سباقات كتير، وكان شايف ان الجري هيبقى مستقبله. وفي سنة 1962 خلص دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، وكان لسه الحلم الرياضي جواه واللي هو الجري. فيل كان بيتدرب كتير وبقى افضل العدائين في ولايته، لكن كان حلمه يبقى بطل دولي، وده ما حصلش لانه ما كانش استثناء. وهو عنده 24 سنه الارقام كانت بتقول ان مفيش امل يتحسن اكتر من كده. وفي اللحظه دي اعترف فيل بينه وبين نفسه ان الحلم خلص وانه مش هيبقى رياضي عالمي، لكنه كان لسه مش قادر يسيب الرياضه، ونفسه حتى يعمل حاجه قريبه منها. ومن هنا جت اول فكره. فيل كان مرتبط بالاحذيه الرياضيه زيه زي اي عداء، وبدا يفكر وقال طب ما انا اشتغل في تجاره الاحذيه. وافتكر ساعتها انه اثناء دراسته للماجستير كان كاتب بحث كامل عن صناعه احذيه الجري. وقتها كان شايف ان اليابان بتحتكر السوق الامريكي بكاميرات رخيصه وجودتها عاليه، وقال ليه ما يحصلش كده في الاحذيه كمان؟ ليه ما نستوردش احذيه يابانيه بجوده عاليه ونبيعها هنا في امريكا؟ وكانت دي اول خطوه في رحله نايكي. بمجرد ما الفكره استقرت في دماغ فيل قرر ينفذها فورا. فيل قرر يستورد ماركه يابانيه اسمها تايجر، احذيه رياضيه بتصنعها شركه اسمها اونيتسوكا. جمع كل اللي معاه من مدخرات وحجز اول طياره لليابان، ووصل اليابان. بس فيل ساعتها كان متوتر جدا لانه داخل يقابل مسؤولين كبار في شركه عالميه، واول حاجه سالوه عنها في الاجتماع اسم شركتك ايه؟ ساعتها فيل ما كانش محضر اي حاجه ومفيش اي اسم في دماغه، بس افتكر الشريط الازرق اللي كان بيربط بيه الاحذيه ايام السباقات، وقال بلو ريبون سبورتس، اسم ملوش وجود اصلا، بس قالها بثقه وصوته ما كانش بيترعش. والمسؤولين في اونستوكا حبوا الاسم، وبدا فيل يعرض عليهم مشروع، وحرفيا سطر ورا سطر من البحث اللي كان كتبه في الجامعه، وكانوا مبهورين وقالوا له تمام احنا موافقين ان شركتك تكون وكيل لتوزيع احذيتنا في امريكا. وساعتها فرحه فيل ما كانش ليها حدود، ورجع امريكا طاير من السعاده، وبعت لهم عنوانه وحول لهم الفلوس المطلوبه في العقود، وقعد واستنى وصول اول شحنه. وشهر ورا شهر مفيش احذيه وصلت، و4 شهور عدوا ولا حذاء وصل. فيل بعت لهم جواب ورد الشركه عليه ان الاحذيه جايه في الطريق، لكن في الواقع مفيش حاجه جت. فيل ما فقدش الامل، وكان لازم ساعتها يشتغل لانه كان خلص كل فلوس، واشتغل محاسب مؤقت في شركه صغيره. مر تقريبا سنه كامله من يوم الاجتماع، وفيل بدأ يفقد الأمل بجد. وفجأة توصل له ورقة من الجمارك مكتوب فيها يرجى استلام 12 حذاء جايين من اليابان. فيل جرى بسرعة وجاب الصناديق، وأول حاجة عملها راح لمدربه القديم بيل بورمان ووراله الأحذية وحكى له عن مشروعه كله. وبيل المدرب كان مهووس بتطوير الأحذية طول عمره، وأول ما شافها أعجب جدا بالأحذية. وتاني يوم المدرب عرض على فيل إنه يكون شريكه بنسبة 50%، وهنا فيل اتفاجئ. وبيل بالنسبه له ما كانش بس مجرد مدرب، ده كان بالنسبه له قدوه، ولانه كان عارف ان مدربه عبقري في الاحذيه وافق على الاتفاق والشراكه بدات. وفي نفس اليوم بعت فيل لشركه اونستوكا طلب بحقوق التوزيع الحصريه باحذيه تايجر في الولايات المتحده، وكمان قدم طلب على 300 حذاء ب$1000. بس المره دي الاحذيه وصلت في ميعادها، وهنا بدات شركه بلو ريبون سبورتس فعليا. استلم فيل الشحنه 300 حذاء، وساعتها الفرحه ما كانتش ساعه، وبدا يتواصل مع المتاجر الرياضيه ويطلب منهم انهم يبيعوا احذيه تايجر في محلاتهم. بس للاسف الكل رفض، محدش كان مهتم بحذاء اول مره يشوفه، ما كانش فيه فلوس كفايه عشان يفتح محل خاص بيه. وهنا فيل فكر في طريقة تانية، قرر يحط الأحذية في شنطة عربيته ويلف بيها كل بطولة رياضية وكل تمرين وكل حدث فيه عدائين. كان بيقف ويفتح الشنطة ويكلم المدربين والرياضيين ويشرح لهم الأحذية، وكمان كان بيخليهم يجربوها، وكان بيجاوب على أي سؤال عن الحذاء. والمرة دي
الوضع اختلف تماما. الرياضيين حبوا الأحذية لأنها كانت خفيفة ومريحة وسعرها مناسب، وفيل كان رياضي زيهم فعارف مشاكلهم كويس، كان عارف يتكلم معاهم بلغتهم الرياضية. وفي خلال شهرين بس خلص أول شحنة بالكامل وعمل طلبية تاني ب 900 حذاء. بس برغم المبيعات الأرباح كانت قليلة جدا، كانت حوالي 2000 دولار. الطلبية الجديدة كانت هتكلفه 3000 دولار. وهنا فيل لأول مرة بيطلب قرض من البنك 1000 دولار، والبنك ساعتها وافق لأنه شايف مشروع حقيقي بيتبنى. وهنا بدأت بلو ريبون تكبر وتتحول من فكرة لشركة وتقدر تنافس. وفيل بقى عنده شريك موهوب اللي هو مدربه بيل بورمان، وعنده منتج الناس بتحبه ويتباع له. وهنا فيل بدأ يستمتع وأول مرة يحس إنه في المكان الصح. لكن الدنيا ما بتمشيش على سطر واحد، وجت أول صدمة. وصل له جواب من مدرب مصارعة أمريكي بيقول فيه إنه راجع من اليابان، وشركة انستوكا باعت ليه حقوق توزيع تايجر في أمريكا كلها بعد انتهاء عقده. مدرب المصارعة ده كان بيطالب فيل إنه يوقف الشغل فورا بعد انتهاء عقده. وفيل اتصدم عشان كان لسه بادئ المشروع ولسه يدوب المشروع بدأ يكبر، ودلوقتي مطلوب منه انه يقفله. وقام باعت خطاب بسرعة لشركة انستوكا ويسألهم ايه اللي بيحصل معاه، لكن ما جاش اي رد. فاخد قرار جريء يروح بنفسه لليابان ويتأكد من الجواب اللي وصل له. وسافر فيل تاني على اليابان وعنده امل انه ما يرجعش مهزوم. دخل الاجتماع وشرح كل حاجة حصلت وازاي تعب واشتغل وحقق مبيعات من المنتج، وازاي انه بيتعرض لظلم في القرار ده. في اليوم اللي بعده قابل مالك الشركة بنفسه السيد انستوكا. الراجل سمعه للنهاية وبص له وقال له شغفك ده فكرني بنفسي زمان. وفي لحظة واحدة رجع له حقوق التوزيع في غرب أمريكا، وانستوكا احتفظت بالشركة. فيل خرج من الاجتماع مرتاح، لكنه كان عارف إن المعركة لسه طويلة. ومع نهاية أول سنة من الشغل شركة بلو ريبون باعت أحذية ب 8000 دولار. قرروا يتوسعوا وعينوا أول موظف جديد جيف جونسون. وجيف ما كانش مجرد بياع، كان رياضي حقيقي وعنده شغف بالشغل، وساعدهم يفتحوا فرع جديد. فعلا المبيعات في السنة الثانية وصلت ل 16000 دولار. من الناحية الثانية بيل بورمان المدرب ما كانش واقف يتفرج، كان بيشتغل على تطوير الأحذية بنفسه، واخد باله ان جسم الامريكانيين اطول واتقل بكتير من جسم اليابانيين، وده معناه ان تصميم الأحذية لازم يتغير. وبدأ يقطع ويفك ويركب في الأحذية. جمع أفضل مزايا كل موديل من تايجر وصمم حذاء جديد خفيف وثابت ومناسب للجري الطويل، وأطلقوا عليه اسم كوارتز. وخلى شركة انستوكا في اليابان تصنع له الحذاء الجديد. ولما نزل السوق الأمريكي حقق نجاح كبير بفضل إدارة فيل وتصميمات بورمان. وأحذية تايجر بقت أشهر البراندات في أمريكا. وخلال 5 سنين بس المبيعات وصلت ل1,300,000 دولار. ومن 1971 كان حجم الشركة بيتضاعف كل سنة لحد ما جت الضربة القاضية من اليابان. شركة انستوكا شافت ان فيل نايت بيكسب ارقام كبيرة وقررت تاخد كل حاجة لنفسها. انستوكا بعتت انذار لفيل بتقول له فيه يتبع لنا 51% من شركتك يا ندي حقوق التوزيع لحد تاني. الصدمة كانت كبيرة على فيل، كل اللي بناه بيتاخد منه فجأة. وساعتها اخد اعظم قرار في حياته وقال الجملة اللي غيرت كل حاجة: انتهى عصر بيع منتجات غيرنا، وجا الوقت اللي نصنع فيه ماركتنا الخاصة. وبدأت الرحلة الجديدة، رحلة بناء نايك. وأول خطوة فكر فيها فيل هي الشعار. فيل كان عايز رمز يعبر عن الجري والانطلاق والسرعة، وراح لطلاب الجرافيك في الجامعات وعرضوا عليه أكتر من تصميم. وفي الآخر اختار شعار بسيط، خط منحنى شبه علامة الصح، واداهم مبلغ من المال. تاني خطوة كانت اختيار الاسم، وهنا اتعرضت عليه اقتراحات كتير، لكن جيف جونسون أول بائع في الشركة قال إنه حلم في الليلة دي باسم نايكي، والاسم عجبه وتم اعتماد الاسم رسميا. ودلوقتي بقى عندهم شعار واسم ورؤية، وبقوا جاهزين للخطوة الأهم وهي التصنيع. بعتوا التصاميم لمصنع في الخارج وبدأوا إنتاج أول حذاء بعلامة نايكي. وفي 30 مايو 1971 اتولدت نايكي للعالم. بس في وقتها محدش كان يعرف، السوق كان مليان اديداس وبوما وتايجر كمان، والشركات دي ممكن تدوس اي براند ناشئ وتدفن. وساعتها كان لازم فيل يفكر ويسوق بذكاء. فيل ما كانش بيعين ناس عاديه، كانوا بيختارهم من الرياضيين او الناس اللي عندهم شغف بالرياضه. تفتكروا ليه؟ لانهم فاهمين الجمهور وفاهمين الاحتياج وعارفين ازاي يبيعوا بعين اللاعب مش التاجر. والنتيجه تحسن في كل حاجه، من خدمه عملاء لتصميم المنتج لجوده المبيعات. ومع الوقت وحلول سنه 1980 نايكي بقى فيها 2700 موظف، والمبيعات وصلت ل 270 مليون دولار، ونايكي بقت رقم 1 في السوق الامريكي. وفي النايت حس ان هو حقق الحلم اخيرا. بعد كده نايكي اطلقت حملات اعلانيه خرافيه: اير جوردن،
كل شيء من الخيال. عرضت على اللاعب مايكل جوردن انه يبقى سفير للعلامه التجاريه، وقدمت له فكره جديده بالكامل، حذاء باسمه اير جوردن. الالوان كانت جديده والمظهر كان جميل ومختلف، وجوردن كان بيلعب بيه كل ماتش وكان بيطير بالحذاء. وساعتها ما بقاش مجرد حذاء، بقى رمز للرياضيين وللنجاح. في اول سنه من انطلاق اير جوردن نايكي باعت 100 مليون دولار من الحذاء ده بس. ومن اللحظه دي نايكي ما وقفتش، وفي التسعينات توسعت عالميا، بقت في كل دوله وفي كل مدينه، وبدات تدخل في عالم الملابس مش بس الاحذيه. والنهارده نايكي هي اكبر علامه تجاريه رياضيه في العالم، وبيلبسها اساطير العالم في الرياضه. وشعار نايكي بقى جاست دو ات، فقط افعلها. نايكي اللي بدأت من شنطة عربية بقت امبراطورية رياضية عالمية. ولو عايز تشوف قصة تانية عن الشركات ممكن تشوف قصة لاكوست او تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجاي. وفي الحالتين شكرا جدا على المشاهدة، ويا رب تكون استمتعت. سلام.